طيب اخواتي في كل مكان، اصبح وامسي عليكم. اتمنى الفيديو ده يوصل لعدد كبير، والناس تركز معايا شويه في الكلمتين اللي هقولهم، عشان خاطر هتكون استفاده ليك ولغيرك. رجاء خاص، مش عايز حد يعمل حساب لحد ولا حد يخاف من حد. احنا اللي بينا كلنا الادب والاحترام والاخلاق. محدش ليه عندك حاجه، وطول ما انت ماشي صح محدش عندك حاجه. امشي بما يرضي الله، امشي بما يرضي الله، وخاف من ربنا. يعني حط ربنا سبحانه وتعالى قدام عينيك قبل ما تبص، قبل ما تخطي خطوه. اعمل حساب لربنا، بس اعمل حساب لرب العباد وهو الحارس. اوعى تفكر ان العبد هيعمل لك حاجه. اقسم بالله العلي العظيم، العبد ما بيده شيء، هي بتكون اسباب فقط لا غير. لو ربنا رايد ان انت يحصل معاك الحاجه دي هيحصل لك. اللي الواحد عاوز يتكلم فيه ويقول فيه دايما، خليك واثق في ربنا سبحانه وتعالى. واي غلط تشوفه قدامك، بص، شفت بتاع مستودع بيبيع غلط، اتكلم عنه وقول عن اسمه، ابعت لنا او ابعت لبتوع التموين. شفت بتاع بقاله بيبيع باسعار مش مظبوطه، شفت، بص، اي سلعه بتشتريها تخص المواطن وشفت سعرها مش معقول، بلغ عنها واتكلم وقول اللي عندك. هو ما خافش منك ولا خاف عليك. يعني هو اللي بيبيع لك السلعه ما خافش منك ولا خاف عليك. انت خايف عليها ليه؟ او انت عامل له حساب ليه؟ او انت عاوز تجامله ليه؟ هو ما خافش عليك انت، ما انت بتروح تدفع له. انت اللي بتدفع من كود عيالك عشان خاطر تجيب السلعه دي. هو ما عملش حساب ولا خاف من ربنا ولا خاف منك انت، وعاوز ينهبك على طول عشان خاطر ياكل عياله. انت مش خايف على عيالك؟ لا، بلغ عنه واتكلم وقول فلان ابو فلان اما يعمل كذا. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما هو احنا ما كناش هنبدا، احنا بنقعد نقول التموين والتموين هيعمل لك ايه؟ طول ما انت مش اما تشتكي التموين ما يقدرش يعمل لك حاجه. مركز الشرطه نفسه، عارفين يعني ايه مركز الشرطه نفسه؟ مركز الشرطه نفسه ما يقدرش ضابط ياخدك غير لما تروح تشتكي فيه. اصل العمليه مش سلق بيض ولا هي سايبه. روح قول اللي عندك واتكلم واشتكي، وانت حقك هيجي لك. لو حقك ضاع بعد ما تشتكي، يبقى عندك حق ان انت تتكلم وتفرفط وتقول ده ما فيش مش عارفه بصريه ومفيش. انما احنا المصيبه قاعدين ورا الشاشات. الكارثه والمصيبه ان احنا قاعدين ورا الشاشات، قاعدين نقول يا فلان حرامي، فلان مش عارفه بصريه، فلان مش عارفه. وانت اما تخاف تقول المستودع الفلاني او البقاله الفلانيه او التاجر الفلاني بيعمل كذا. انت نفسك جبان، انت نفسك خواف، انت نفسك ما ينفعش تكون بني ادم، لانك جبان وخواف. ومعلش في الكلمه، يعني الواحد مش عايز يقول لفظ مش كويس. خليك راجل عصامي وشريف، ما تخافش من حد غير من اللي خلقك. ما تخافش غير من الرأي. يا اخويا احنا اما نخاف من العبد مش اما نخاف من ربنا. ايه الجبروت اللي احنا فيه ده؟ جبروت. وتيجي تقول فلان وفلان، بس نجري من ورا الشاشات ونغني ونضحك على بعض. حياكم الله.